شهد مساء الأحد بمدينة الخورة القطرية انطلاق النسخة الثانية والعشرين لمنافسة كأس العالم لكرة القدم، والتي نشطها منتخب قطر ومنتخب الإكوادور، وانتهت بخسارة العنابي أمام الفريق الإكوادوري في افتتاحية هذا المونديال بهدفين دون رد من تسجيل قائد الفريق إنر فالنسيا في الدقيقتين 16 وال31 من الشوط الأول. وأصبح الإكوادوري إنر فالنسيا أول لاعب يسجل هدفا في مونديال قطر، وأول لاعب يسجل من ضربة جزاء، وبتسجيله للثنائية يكون إنر فالنسيا هدافا مؤقتا لهذه المنافسة. وبحصوله على بطاقة صفراء صار سعد الشيب أول لاعب يحصل على إنذار في مونديال قطر، وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري عرف مشاركة لاعبين من ذوي الأصول الجزائرية، وهما المدافع بوعلام خوخي وكريم بوضياف في وسط الميدان. كما حضر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه المباراة رفقة أمير قطر ورئيس الفيفا، فضلا عن شخصيات سياسية أخرى. وفي نفس المجموعة سيلتقي غدا المنتخب السنغالي مع المنتخب الهولندي على الساعة 5 بتوقيت الجزائر.